صباح الخير. النهارده هنتكلم عن الدروس الخصوصيه، وعشان كده معانا واحد من اقوى واشهر المدرسين الخصوصيين، مستر مسيلمه وحش الترجمه. اهلا بيك معانا. اهلا مستر صلاح. هابي تو بي ويز يو تو بي هابي. جه منين بقى لقب وحش الترجمه ده؟ لا، عادي جدا عادي جدا. اي سيلبرتي النهارده ليه لقب. عندك نجم الجيل، الهضبه، الملك. فانا طلابي ابنائي الاعزاء اطلقوا عليا مستر مسيلمه وحش الترجمه، او زي ما انا بقول مستر مسيلمه مونستر اوف ترانزليشن بريبيرنج ذا نيكست جينيريشن. طيب حضرتك في الفترة الأخيرة أثرت العديد من الجدل بالفيديوهات اللي أنت بتعملها، بتستعرض فيها القصور والفلل وأسطول عربياتك والحاجات دي كلها. ليه بتعمل الفيديوهات دي؟ وليه مدرس خصوصي أصلا يعمل فيديوهات زي كده؟ اطلاق، بالعكس، ده جزء من رسالتي كمربي للاجيال، ان انا انسباير، احفز ابناء الطلاب. عندك انا مثلا ابتديت مدرس صغير جدا في مدرسه 100 ساراس دايز برايمري ميكس سكول، مدرسه 100 خميس الابتدائيه المشتركه. زين 1 باي 1 ابتديت اجرو نفسي لحد ما وصلت للي انا فيه ناو. ودايما بقول لابنائي impossible يعني I am possible. وطبعا اللي وصل حضرتك للي أنت فيه ناو الدروس الخصوصية. ما أنت حضرتك بقى عمال بتدي دروس في صالات مغطاة ومراكز وسناتر. اولا اسمها سنترز، سناتر دي جمع تكسير وحاجة تانية في الجرامر. ثانيا 5 in your eyes، ده مجهود وكفاح يا مستر صلاح. وعشان سيادتك تبقى عارف بقى كمان، لا السنترز ولا المراكز ولا الصالات المغطاة مكفية. لذلك احنا هنبتدي دلوقتي في الاستادات عاملين راوند اسمها انجلش نايتس لايتس، ليالي اضواء الانجليزيه، زي ليالي اضواء المدينه كده. هنلف على استادات المحافظات، هنبتدي من استاد القاهره، بعد كده رايحين بورت هابي اللي هي بورسعيد، ثم ذا وينر اللي هي المنصوره، وبعد كده ايسترن وويسترن الشرقيه والغربيه، وهكذا كل المحافظات. هنيجي لحد عندك يا طالب في الاستاد بتاع المدينه بتاعتك، وهتبقى مونستر في الترانزليشن. بس غريبة شوية، حضرتك مش شايف ان بالعدد ده كده ما يبقاش درس خصوصي، ده كده درس عمومي؟ يعني ازاي الطالب هيحس ان حضرتك بتكلمه هو خصوصا؟ جود كويشن، احب الاسئله الجود. ده هنا بقى يجي ايه دور انا بقى كمدرس فاهم. اديك مثلا، انت حضرتك في اي كونسرت غنائي بيحضروا مئات الالاف من الناس، ايه اللي بيحصل لما الاستاذ عمرو دياب بيغني ذا توك از فور يو، الكلام ليك انت، بيحسس كل واحد في الكونسرت ان الكلام ليه هو. لما الاستاذ حماقي قال ليمون منت، بيحسس كل واحد في الكونسرت ان هو اللي بيشرب ليمون نعناع. لما الاستاذ تامر قال لك سترونج سترونج، بيحسس كل واحد ان هو اللي سترونج. انا مهمتي اني احسس كل طالب قاعد من 100,000 اللي قاعدين في الاستاد ده ان الكلام ليه هو، والدرس ده خصوصي ليه هو. طب سؤال معلش، ليه الشغل ده ما يتعملش في المدرسة؟ ليه استاد، سنتر، صالة مغطاة، ليه؟ سمعت حضرتك عن thinking outside the box؟ انا النهارده بعمل thinking outside the school، وبعدين اللي انا بعمله ده ليه ايجابيات اكبر بكتير. لاول مره مستر مسيلمه هيبقى اليونيفايد اللي وحد التالتة شمال والتالتة يمين على هتاف واحد. الهتاف بيقول ايه؟ بص يا خالي، لوك يا عمي، ده لاف اوف انجلش بيجري في دمي. حد عملها قبل كده؟
يعني بصراحة مش عارف أقول يا مستر مسيلمة وحش الترجمة، بس يعني أنا نفسي إن التعليم يبقى جوه المدرسة. شوف، جوه المدرسة بره المدرسة، المهم نعمل فلوس كويسة. وعايز أقول لأبناء الطلاب with مستر مسيلمة with switch English from subject you think to water you drink.